السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. هتدبري، هتوفري، هتخزني، هتملي بيتك بالخير إن شاء الله للسنة بالكامل. ومعايا في الفيديو هتشوفي طريقة روعة قوي 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 هتعجبك إن شاء الله. إحنا بنعمل حاجات اختراعات يا جماعة، اختراعات بجد يعني. هاتي بقى كده قرصة فلاحي، عندك عيش فينو، عندك عيش توست، عيش بلدي، كل واحد على حسب ما بيحب بقى. بس انا بقى بعشقها بالقرص الفلاحي. شفتي بقى الجمال والحلاوه؟ ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، حاجه روعه روعه بجد يعني. حاجه، بصي شفتي بتفرد ازاي؟ شايفه الجمال، شايفه اللون، شايفه الطعامه، حاجه كده. ايه ده، ايه ده، شايفين يا جماعه؟ ايه الحلاوه، وهم يا جماعه، وهم. حاجه كده خيال خيال، حاجه كده خيال. شايفين المربى شكلها ايه؟ انا عامله مربى كده اختراع، حاجه وهم يا جماعه بجد يعني. شايفين جمالها وحلاوتها؟ بجد بجد هتدعوا لي ان شاء الله. انا واثقه انكم هتدعوا لي باذن الله. اللي تشوف الفيديو وتوفر وتدبر وتبقى شطوره ببيتها كده لازم تدعي لي يا جماعه. اوعوا تنسوني في دعاكم في الايام المفترجه الكريمه دي، اوعوا تنسوني في دعاكم. بجد بجد هتعملي مربى ما حصلتش، وهتتفاجئي بجمالها وحلاوتها، لانك انت مش هتبقي متوقعه النتيجه. بجد هي الموضوع ان هي بجد، والنظريه ان هي جميله فعلا، طعمها روعه فعلا. وهتعملي بكميات جميله قوي وتخزني وتفرزي طول السنه وتملي بيتك بالخير كله. بجد حاجه روعه. لايك وشير للفيديو، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك. وشرفوني ونوروني في قناه وصفات ام مالك، قناه وصفات ام مالك. ويعني عايزاكم تفعلوا الجرس عشان كل حاجه بعملها اول باول توصلكم، عشان الناس اللي بتشتكي ان الاشعارات مش بتوصلها. ويلا بسرعه مع بعض هنشوف الفيديو يا حبايبي. وعندنا بقى الكنز اللي مالي بيوتنا كلنا الفترة دي. ما عندنا قشر البطيخ. يا نهار أبيض، قشر البطيخ يا أم مالك. أيوه، قشر البطيخ يا حبيبتي تفرزيه طول السنة زي ما أنا مفرزة كده، وتاخدي منه طول السنة وتشتغلي منه في بيتك وتملي بيتك بالخير، وتعملي سندوتشات ولادك للمدارس، وتوفري وتدبري بيتك وتبقي شطورة وأمورة كده زي ما كل الستات المصريات الجميلات والعربيات بيوفروا في بيوتهم وبيعملوا. احنا هناخد قشر البطيخ كده، مكان ما انت واكله البطيخ يا ست البنات تجيبيه وتاخديه، تشيلي القطعة الخضراء دي منه كده، وبتقطعيه كده واحدة واحدة على قد ايدك. وبنشيل بس الجزء الأخضر ده، وبنحتفظ بالجزء الأبيض باللي هو بالجزء الأحمر برضو معاه. بنشيل الاتنين عادي، وبنتخلص من الأخضر. مش محتاجين الأخضر ده بقى، يلا خلي الطيور تروق. في ناس بتقطعه للطيور، خدي الأخضر ده أكلي بيه الطيور. يلا ما تبخليش عليه. نبقى سيبنا للطيور حاجة واحنا كمان أخدنا حاجة كلناها. يلا، وبنمسك بقى اللي قشرناه، او اللي قطعنا منه، شلنا منه الجزء الاخضر، بنقطعه قطع صغيره كده، مربعات صغيره. اي تقطيعه بقى مش هتفرق، بس بتقطعيه كده يعني بطريقه، اي طريقه تعجبك بمنتهى السهوله، مربعات صغيره كده. وبنفضل نقطع فيه بقى يا حبيبتي لغايه ما بنخلص الكميه بتاعتنا. الكميه الموجوده عندك بقى. انا كل ما يعني ما باكل حته بطيخ او قطعه بطيخ، بشيل القشر بتاعها في الفريزر، بعمله فورا وبشيله في الفريزر زي ما انتم شايفين كده. انا جبت حله كبيره كده عندي، وضفت فيها اللي قطعته، وجبت بقى شويه من اللي انا شايلاهم في الفريزر. مخزنه يا ام مالك؟ ايوه مخزنه ومفرزه للسنه كلها. ايه المشكله؟ حاجه ببلاش، حاجه ببلاش يا جماعه. لا، وطعمها روعه بجد والله العظيم، اقسم بالله طعمها روعه. انا عمري ما حلفت على فكره، يعني اللي متابعيني وعارفيني ان انا مش بحلف كتير. فانت هتتصدمي في النتيجه. حاجه روعه يا جماعه، حاجه تحفه. كل ما تعملي شويه بطيخ عندك، كل ما تاكلي قطعه بطيخ وانت قاعده كده، فورا قشريها وقطعيها وفي كيس وارميها في الفريزر. تعالي خرجيها مره واحده كده، وتجيبي حله كبيره وتروحي نازله بيها كده في الحله. هتفرزي طول السنه كلها، كل ما تخلصي تاخدي تاني من الفريزر وتعملي، يعني تعملي كميه المربى بتاعتك. وعندك متفرز بقى طول السنه، تاخدي منه وتشتغلي. يعني ممكن تعملي اكتفاء ذاتي من المربى للسنه بالكامل. طبعا قشر البطيخ ده بيتعمل منه، او عملت لكم منه الفواكه المسكره لتزيين الجاتوهات والتورت. وممكن نعمل منه عصاير، ممكن نعمل منه كريمه، حاجات كتيره قوي بجد يعني. انا بقى جبت الكميه هنا، الحله عندي اتملت على الاخر، وفرفطت اللي كان متفرز معايا من التلج كده، فككته. وضفت كيس كامل من السكر. طب انا هوزن ازاي يا ام مالك؟ انت كده حطيتي بطريقه عشوائيه كده. ايوه انا كبيره، بس انت عايزه توزني الطعم معاك ازاي بالظبط؟ 4 كوبايات. هتجيبي معيار كوبايه، على المعيار بتاعها هتعيري 4 كوبايات من القطع البطيخ او قشر البطيخ. هتضيفي عليهم كوبايتين من السكر. كيلو المربى بيحتاج نص كيلو سكر. يعني انت هتضيفي الكوبايتين القشر البطيخ، هتضيفي لهم
كوبايه واحده من السكر. الاربع كوبايات هنضيف لهم كوبايتين. هتعايري بالطريقه دي. انت عملتي بالبركه يا ام مالك، انا عملت بالبركه، بس انا ايه، عارفه التقدير بتاعي قد ايه بالظبط يعني. ف وضفت بقى ليمونه كده عصرتها عصير فوق الايه، فوق السكر، عشان السكر بتاعي لما احطه على النار ما يسكرش معايا، ما يسكرش مننا واحنا حاطينه على النار يعني. فالليمون بيحافظ عليه، ما بيخليش السكر اللي حطيناه ده مع كتر الغليان يسكر معانا، يدوب كده ويبقى حلو معانا. حطيت انت ممكن بقى عشان القشر البطيخ بتاعنا يفرز الميه بتاعته تبيتيه في التلاجة لو انت عندك وقت. ما عندكيش وقت زي انا كده، دايما ما عنديش وقت، سبحان الله، دايما وقتي كده بيجري ومش بحس بالوقت خالص، وما عنديش وقت. اعمل ايه؟ احطه على النار فورا. حطيته على النار فورا، ما استنيتش، بصيت لقيت بقى ايه، بدأ يغلي معايا، والميه بتاعته الكميه بتاعتي تقل، والميه بتاعته خلاص ظهرت كلها ايه، نزلت الميه كلها منه. وبغطي عليه وبفضل سايبها على النار كده، واقلب وايدي فيه لمده ساعه. كل شويه اغطي عليه شويه، ربع ساعه كده، وارجع له اقلب تقليبه، واسيبه ربع ساعه وارجع له اقلب برده تقليبه، لغايه ما يوصل معايا للنتيجه اللي انت شايفاها دي، لغايه ما ينشف معاكي خالص كده، وتسيبي كميه بسيطه جدا، يبقى العسل اللي في قعر الحله كده. بسيبه يبرد شويه، وزي ما شفتوا بصوا انا سبته على النار لغايه ما وصل للمرحله دي. خلاص غير بقى اللون، بقى شفاف معايا، وخد لون المربى، خد لون المربى معايا. ما تشيليهوش من على النار قبل ما تسيبي، قبل ما يوصل معاكي للمرحله دي. وبجيب بقى الخلاط بتاعي، وبكميه من العسل على كميه من القطع بتاعه المربى بتاعتي، وبضرب ضربه في الخلاط. طيب مش عايزه اعمل موضوع الخلاط ده يا ام مالك، ماشي حبيبتي، عندك هاند بلندر، اشتغلي بيه، افرمي بيه وهو بمكانه بالكبه. لكن انا بحب شغل الخلاط، لانه شغل الخلاط سريع جدا. بضرب ضربه واحده بس في الخلاط. ليه؟ عشان يسيب في قطع. انا مش عايزاه عصير، انا عايزه قطع، في قطع. شايفين القطع؟ شايفين دي بقت مربى يا جماعه؟ بقت مربى فعلا. شايفين اللون بتاعها؟ ده لون المربى فعلا يا جماعه، لون المربى الطبيعي اللي اخدوا معايا قشر البطيخ مع كتر الغليان فيه، لغايه ما وصل لنتيجة معينة. وضربته في الخلاط ضربة واحدة بس في الخلاط، يعني فرمة واحدة في الخلاط، ما تعيديهاش، عشان يفضل معاكي قطع. مش عايزاه عصير. ده الخلاط بيبقى منجز معانا، بس تتحكمي فيه يعني، ما تزوديش عن ضربة واحدة. وبفضي بقى الكمية كلها في الحلة اللي انا كنت شغالة فيها دي. اصبحت معايا مربى يا حبايبي، والله العظيم مربى بجد، وجميلة، وطعمها جميل قوي، وقوامها جميل قوي قوي زي ما انتم شايفين. بس لسه هضيف لها مكون. طب ايه يا ام مالك، ده انت قلت لنا مربى فراولة. اللي احنا شايفينها دي مربى، بس مش فراوله. هي طعمه قوي قوي بصراحه، وتتاكل اكل كده. بس انا لسه بقى عايزه انكهها. البطيخ ما عندنا ملوش نكهه، صحيح، فعلا ملوش نكهه. انا بقى انكهه من عندي. اديله بقى ايه؟ اديله فراوله، اديله خوخ، اديله مشمش، اديله برتقان. كل حاجه اديها له بطعم معين هتديني نوع المربى المطلوبه. يعني لو عايزه مربى برتقان هديله برتقان، بشر برتقان. لو او عايزه مربى فراوله هديله مثلا زي ما انتم شايفين كده. جبت معايا نص كوبايه من الميه المغليه في بوله صغيره كده، ومعايا باكو دريم، باكو جيلي فراوله، هضيفه في الميه وهقلبه كويس قوي لغايه ما يدوب. وعندي كمان معلقتين جيلاتين، ده عشان بس القوام معايا يظبط قوي قوي قوي. هي قوامها جميل زي ما انتم شايفين، والله العظيم مش محتاجه خالص بجد يعني. ممكن تتاكل زي في المرحله الاولى دي، بس انا برضو لازم انكهها لان البطيخ ملوش نكهه. انكهها ازاي؟ عايزه بقى انا اعمل مربى فراوله. فضفت بقى ايه السر بتاعي الجميل قوي، واللي بقول لكم عليه كلكم، يعني باكو من جيلي الفراوله، باكو من جيلي الفراوله، ومعلقتين جيلاتين كانوا موجودين عندي، فضيتهم بالكيس زي ما هم كده، ودوبتهم في شويه ميه سخنين، ورجعتهم على الايه، على المربى بتاعتي. شايفين اللون؟ شايفين اللون شكله ايه؟ اصبح عندنا مربى فراوله يا جماعه. لو دقتي الطعم بقى دلوقتي هتلاقي عندك مربى فراوله. طيب في تكه بسيطه قوي عشان تظبط الطعم معايا وتديني لون الفراوله بالظبط. هي مربى فراوله بس من غير بذر يا جماعه، من غير بذور الفراوله. شايفين بقى الدلع؟ يعني حاجه كده، حاجه وهم بجد يعني، حاجه دلع كده يعني. احنا بنزهق من الفراوله عشان بيبقى فيها البذر بتاعها، البذور بتاعتها. لا، ده من غير بذور خالص. وبضيف شويه بقى ايه، عايزه اعزز اللون معايا شويه. هو اللون حلو كده، بس انا عايزه اعززه كمان يعني، عايزه ادي اللون اكتر شويه كمان. عندي الالوان اللي هي الصحيه دي، الوان الطعام اللي بتنشري، اللي بتجيبيها من عند بتاع ادوات الحلويات، موجوده عندي يعني. فرحت ضايفه كام نقطه كده. انت ممكن تستكفي بالمرحله الاولى بباكو الجيلي وخلاص. وعندي كمان بقى التكه الجميله قوي، عندي نص معلقه بس من ملح الليمون. نص معلقه من ملح الليمون دي ماده حافظه، هتحافظ لنا عليها ان تقعد معانا يعني فتره طويله قوي، ونحتفظ بيها فتره طويله. وبعدين هتدي بقى مزه كمان كده اللي بتبقى في مربى الفراوله دي، او المزازه اللي بتبقى في مربى الفراوله دي، هتديها سيكه بسيطه يعني، او سنه بسيطه.
واخدتها بقى على البوتاجاز وعطت لها غلوه كمان عشان الجيل اللي انا ضفته فيها والحاجات اللي ضفته فيها، وبسيبها لما بتبرد معايا. وبصوا بقى، بصوا، مربى دي ولا مش مربى، فراوله دي ولا مش فراوله، مربى فراوله دي ولا مش فراوله، ها ايه ده؟ دي مربى كريزي يا جماعه، مش مربى فراوله. حاجه روعه بجد بجد، روعه تحفه. عايزه تعملي اي نوع اعمليه، يعني زي توصلي لمرحله ان قشر البطيخ يتحول للمربى، وتروحي ضايفه بقى النكهه اللي انت عايزاها. عايزه تضيفي برتقان تضيفي، عايزه تضيفي مشمش تضيفي، عايزه تضيفي خوخ تضيفي، عايزه تضيفي اقول ايه كمان، برتقان تضيفي، اللي انت عايزاه، فراوله تضيفي، اللي انت عايزاه. البرطمانات عندي جاهزه، غسلاها ومعقماها ومنشفاها كويس قوي طبعا. واوعي تضيفي المربى بتاعتك على برطمان مبلول ما يكونش متعقم، لا لازم تعقميه كويس قوي. وبنعبي بقى الفراوله بتاعتنا، وعملت كميه كبيره قوي، الكميه اللي تناسبك اشتغلي بيها بقى. بصي بقى، بصي الجمال، بصي الحلاوه، بصي الطعام، ايه ده؟ ايه الوهم ده؟ دي مربة فراولة ولا مربة كريزي يا جماعة؟ لا لا مش ممكن. حاجة ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، حاجة وهم، حاجة تحفة بجد يعني. والله هتتفاجئوا بالطعامة بتاعتها والجمال بتاعها. شايفين الجمال بتاع المربى؟ ايه الجمال ده؟ حاجه وهم يا جماعه. شايفين بتفرد ازاي؟ شايفين القوام بتاعها؟ انا عايزاكي تبصي على القوام بتاعها وتعملي بقى وتملي بيتك بالخير والجمال والحلاوه كده، وتملي بيتك بالخير. طلعي بقى الحاجات اللي بنرميها في الزباله، هنعمل بيها حاجات يعني ما حصلتش. كنز كنز ده، انت ممكن تعملي مشروع وتشتغلي وتبيعي كمان من حاجه كلنا بنرميها في الزباله يا جماعه. احنا كلنا بنرمي قشر البطيخ في الزباله، في ناس بتاكله الطيور، احنا بنرميه، معظمنا بنرميه. فانا عملت منه ايه، وممكن هنعمل منه حاجات كتيره قوي لسه كمان. في حاجات لسه احنا اللي عملنا من الفسيخ شربات فعلا، يعني احنا الستات الشطورات اللي بجد بنعمل حاجات حلوه قوي بجد. كليها بقى بالعيش الفينو، كليها بالعيش التوست، كليها بالعيش البلدي. انا بعشقها بالقرص الفلاحي، وهم يا جماعه بدوب فيها بالقرص الفلاحي. خلي بالكم انا باكل دلوقتي، انا بصور بايد وباكل بالايد التانية. اه والله مش صابره خالص. وولادي كمان جنبيه خلاص عملوا القرص وفتحوها وحطوا فيها وبياكلوا جنبي. حاجه روعه يا جماعه، كميه جميله قوي. الكميه الكبيره دي انا عملتها، ولسه اللي في البوله دي هفضيها في برطمانات طبعا واشيلها. لايك وشير للفيديو، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك. وشرفوني ونوروني في قناه وصفات ام مالك. يا رب كل حاجه بعملها تعجبكم، يا رب تدعوا لي ويكون في ميزان حسناتي، ويا رب كل حاجه بعملها تعجبكم. السلام عليكم ورحمه